ما انا ما بدي طلع، شايفه انسانه غلط. شو المرايه؟ باكل بشراسي، ما في انه 3 وجبات او ما بحس حالي عم بشبع. ما في وعلى اي اساس بتوقفي؟ بوقف لما بحس خلص انه تضايقت، كثير تضايقت، بحس بتخمي بتضايق، بلجأ لانه بحط اصبعي بدمي بستفرغ. كم مره بتستعملي هالطريقه بعد الاكل بالنهار؟ على طول باستمرار كل النهار، 5 مرات 6 مرات، يعني ما في عدد معين. حاولت اللجوء الى طرق اخرى بعد الاكل، يعني الى الرياضه مثلا، الى حاولت بس ما بقدر، جسمي ما عم بيساعدني اعمل رياضه. صار التقيؤ الارادي صار نمط حياه يعني. اسهل شيء. كيف صارت هالوتيره تزيد مع التقدم بالوقت؟ اكلي زاد، بس حسيت انا جسمي بلش يتغير وتكبر بطني هيك، صار يزيد اكلي. الأصعب كان قرار المشاركة بالحلقة يا قرار إنك تطلعي من البيت وتجي على الحلقة؟ قرار إنه أطلع من البيت، قرار ما بحب أطلع من البيت، ما بحب أظهر، بستحي واجه العالم، بستحي حدا يشوفني، ما بوقف على مراية، ما بحب طلع بالمراية أبدا حتى ما أشوف شكلي. فريال سؤال، فيك تطلعي فيها؟ بطلع فيها، شكلي غلط. وقفي على المراية. طلع بالمراية. أنا ما بدي طلع، شايفة إنسانة غلط. بحترم هذا الشيء فريال. شيل المراية. بتعتقدي فريال الصورة اللي رسمتيها عن نفسك مبالغ فيها؟ أو يمكن مبالغ فيها، بس هي حقيقتي أنا هيدا اللي حاسسته. الزوج أساسي أكيد صورة الجسد عند المرأة أول شيء تكون هي مرتاحة بجسمها وبجسدها، ولكن الزوج بيلعب دور داعم. صح. أيضا زوجك شو بيقول لك؟ كيف جوزي بالعكس متقبلني مثل ما أنا، إنه بده من شاني كصحيا. أنا صرت عم أعاني من نصيحتي من أشياء صحية، يعني مثل مشاكل بالقلب، مشاكل بالتنفس. هو بيحكيني إنه ليدعمني، انه ما بدي اياني اوصل لمشاكل اكثر من هيك. بحاول يساعدني كانه بالسبور ولا بالاكل ولا بنعمل كثير مشاكل على قد الاكل. دور داعم عنده الزوج، او بمحلات معين يمكن كان ياثر عليك سلبا بتعليق معين بطريقه يمكن هو عن غير قصد. ولا مره علق علي، بس انا بنخجل منه. انا بصراحه انا ما بشلح قدامه، مع العلم هو ولا مرة وجه لي أي كلمة، بس بحاول إنه يساعدني من شان أنا أتخطى هالمرحلة يعني.